لما ربنا يبقى هديك اوعى تزعل من اللي حواليك وترجع تقول هو الناس عاملين كده ليه. ما هو ده سنة الحياة. ده بالعكس انت المفروض تفرح وتحزن عليهم لسبب بسيط، ان موضوع الهداية في الاول وفي الاخر هو جاي من عند الله مش من عندك. تاني حاجة ودي الاهم، اللي لازم تبقى فاهم ان دي سنة الحياة، وان ربنا قال كده واقروا وعملوا ناموس لينا. هقول لك ازاي. مش رب العزة أبلغنا في القرآن الكريم على الحوار اللي حصل مع الشيطان الرجيم، وإن الشيطان قال له لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طب ما خلاص، ده يبقى ناموس الله، ده قدره لينا في الحياة إن الجميع هيتغوي من الشيطان وإلا هنا تفيد إيه؟ الجزء من الكل. فاحمد ربك إنك أنت من الجزء القليل إن من الجميع اللي هيتغووا. والغواية هنا يا جماعة خلي بالكم هي درجات، وكلنا بنتغوي لأن ربنا خلى لينا نفس، والنفس دي أولها هي النفس الأمارة بالسوء، ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها. وألهمها هنا تدلك إنك أنت الهداية ما جاتش من عندك، ده هو رب العالمين اللي من عليك وفتح لك سكك تخليك تبقى من المهتدين. فبالتالي لما تلاقي الناس مش زيك خلاص، هو ده سنة الله. لا يمكن كلهم يبقوا من المهديين، لا يمكن كلهم يكونوا ماشيين على الصراط المستقيم، وإلا ما كانش يبقى فيه جنة ونار، ما يبقاش فيه عقاب وثواب، ما يبقاش فيه الامتحان ومين اللي هيعدي منه ومين اللي هيجيب 50% ومين اللي هيجيب 70% ومين اللي هيبقوا من الناجيين ومين اللي هيجيب أكتر من كده شويتين. بالتالي تحمد ربك وترجع تقول دايما يا رب خليني من القلة اللي هم دايما قادرين يقاوموا الحرب بتاعت الشيطان. بالتبعية عمرك ما هتزعل من الناس غصب عنهم، ما هم بني ادمين، ده هيأثر على كل علاقاتهم وكل تصرفاتهم مش بس في الدين. ما الهداية كاملة يا جماعة. عمر ما كانت الهداية كانت في الدين بس ان احفظ قرآن وابقى اصلي في الجامع واعمل كل السنن واعمل كل الفرائض وانا كده من المهديين. الهداية سلوك، لان الدين دين قويم بيخليك وبيحثك على ان انت تبقى ماشي على الصراط المستقيم في كل خطوات حياتك، في تصرفاتك، في أفعالك، في كلامك، في كل حاجة بتعملها حتى في الحياة ومع البني آدمين. فعلشان كده برجع أقول لك اوعى تزعل لما ربنا يهديك من اللي حواليك، اشفق عليهم واحمد ربك على النعمة اللي هداك ليها، وابقى دايما ماشي بتقول يا رب خليني دايما من القلة القليلين واصلح حال الناس كلها أجمعين. ربنا يصلح حالي وحالكم ويبارك في كل الناس ويهديهم ويبعد عننا شر الشيطان الرجيم. سلام عليكم، تتمسوا بالعافية.